نبداو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين الاحوال ديالكم؟ كي صبحتوا؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. خوتي ما تنساونيش من واحد اللايك والبارطاج، واللي ما تابوناش يتابونا فضلا وليس امرا. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوه كتجي خطيره في المذاق صراحه، رغم البساطه ديالها لكن كتجي بنينه بنينه بزاف بزاف. والشكل ديالها انتم كتشوفوا كتجي رائع، وصراحه كتجي مقرمشه وهشيشه، وفي نفس الوقت كتجي رطيطبه. بسم الله على بركه الله. نمشيو للمقادير. هنايا عندي في الكسعه ديالي قبيصه ديال الملحه، عندي 2 بيضات، عندي كاس ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال النشا اللي هو المايزينا، عندي هنايا عصير حامضه، وهنايا مبشور ديال الحامض يعني القشر ديال الحامض محكوك. هنايا عندي خماره ونص، عندي واحد ساشي ديال الفاني، وعندي الطحين على حسب المقادير، وعندي هنايا كاوكاو للتزيين. نمشيو نبداو في الوصفه ديالنا. هنايا كندير داك الساشي ديال الفاني، كنزيد البيض ديالي، هنايا 2 بيضات، غادي نزيد السكر سنيده، هنايا العبار بكاس العنبه، هنايا عندي كاس ديال السكر سنيده. واحد الحلوه كتجي الصراحه خطيره في المذاق، بنينه بنينه بزاف بزاف، رغم يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير وبسيطه ويعني اقتصاديه، ولكن البنه ديالها رائعه الصراحه. هنايا كنضربوا داك البيض والسكر مزيان يعني كما العاده، يعني حتى نحسوا بداك السكر يعني داب معنا. خوتي الا كنتو كتسمعوا شي صداع راه غير يعني الصوت ديال الفرفاره، حيت كان جالسه في البيت والبيت سخون عندي صافي، وشعلت هكايا الفرفاره باش غادي نمونطي يعني الفيديو. هربت من الصداع ديال الدراري، سديت عليا البيت لكن البيت سخون صافي، وشعلت هكايا الفرفاره. هنايا كنزيد كاس ديال الزيت كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نخلط الخليط ديالي مزيان كما كتشوفوا. غادي نبدا نضرب هكا الخليط ديالي. هنا كنزيد داك المبشور ديال الحامضه، وغادي نزيد حتى العصير ديال الحامضه. هنايا عندي حامضه وحده يعني حكيت القشور ديالها وشديت العصير ديال يعني حامضه كامله عصرتها وهي اللي زدت. هنايا الحلوه كتعطيك المذاق ديال الحامض والنكهه ديال الفاني، الصراحه والله العظيم الا بنينه ما تشبعوش منها. الصراحه كاع الحلويات اللي هما بساط كيجيو بنانين بزاف بزاف صراحه ما تشبعوش منهم. صافي هنايا كنخلط الخليط ديالي. هنا غادي نبدا نزيد الطحين بشويه بشويه. صافي نبدا نزيد الطحين حتى نجمع ليه يعني حتى يتجمع ليه الخليط. مازال غادي نزيد داك الكاس ديال النشا يعني ديال المايزينا. هاد النشا هذا كيعطيه واحد الهشاشه لهاد الحلوه، كتجي رائعه بهاد النشا هذا. هنايا راني زدت الكاس ديال المايزينا صافي، وكنزيد الطحين وكنبدا نجمع الخليط ديالي. غادي نزيد هنايا خماره ونص، ماشي 2 خمارات، غير خماره ونص. هانتوما صافي. هنايا غادي نبدا نجمع الخليط ديالي. دائما الطحين يعني بشويه بشويه. صافي غنبقى هكا حتى نجمع العجين ديالي. صافي هانتوما كتشوفوا، هانتوما هنايا صافي راني جمعت العجين ديالي. صافي القوام ديالو هو هذا، هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما. صافي دابا غادي نشكل كرات صغار. صافي هنايا راني كنت بديت، هنايا كنت تقطع ليا الفيديو،
هنا كنت باديه هانتوما كما كتشوفوا. هنايا درت البلاستيك العجين ديالي لان كنت جالسه هنايا في البيت حدا يعني السرجم. هانتوما كتشوفوا راه كاين الريح فهاد اللحظه اللي كنت كندير الحلوه، كاين الريح، وكانت يعني العجين ديالي كتنشف ليا. صافي غطيتها هكا بالبلاستيكه. صراحه ما لاقليش باش نسد السرجم لان كان كما كنقول لكم يعني عندي الدار سخونه بزاف والريح كاين يعني برا في الزنقه كاين الريح. صافي وما تنقدرش يعني نسد السراجم هكايا. صراحه دائما السراجم عندي مفتوحين وما نقول لكمش على الغبره اللي كتدخل. يعني كاع هاد الايام داك التخمام اللي كنا كنحملو والمسيح والتسياق، يعني الغبره ما كاين غير هي دائما كتدخل. بصراحه من العشيه لعشيه كتكون الغبره كيكون يعني الريح وكتبدا تدخل الغبره. والدار ديالي ما نقدرش نسد، يعني ما نقدرش نسد السراجم ديالها. الا سديت السراجم ديالها راه غادي نتخنق بالسخانه، وانا السخانه ما تنقدش عليها. والله الغبره ولا السخانه. الغبره راه نقدروا نتفاكوا معها، ما عندنا كي غادي نديروا ماشي مشكل. يعني تقدري تنفضي وتمسحي وتسيقي، ولكن السخانه راه يعني ما تقدريش عليها. صافي هنايا كما كتشوفوا راني كنزين بداك الكاوكاو. انا هنايا الكاوكاو كان عندي هنايا في الدار، راه كان عندي هنايا النص ديالو كله مقشر، راه عندي في هانتوما راه كيبان لكم. صافي هنا راني كنعزل بالحبات بالحبات باش كنزين بهم. هانتوما كما كتشوفوا هنا راني كنشكل هكايا كرات صغار وتنحطهم هكايا في اللاطه. وهاد الحلوه هادي راني درتها بالليل الصراحه ماشي بالنهار. هذاك الشيء علاش قلت لكم راه من العشيه العشيه يعني كيتحرك عندنا هنايا الجو كيكون يعني فيه الريحه هكايا من العشيه العشيه، ما بالنهار كتكون زامته. انتما كتشوفوا البلاستيك راه هكا تبدا يعني كطير بداك الريح. المهم الحمد لله على كل حال. صافي غادي نبقى هكا حتى نعمر يعني اللاطه ديالي. غادي نعمر هاد اللاطه هادي، غادي يبقى لي شويه غادي نديرو فواحد اللاطه صغيره عندي. هانتوما هنا راه ماشي كرات صغار وماشي كرات كبار، يعني هكايا متوسط. صافي هنايا كنعمر اللاطه ديالي كما كتشوفوا. غادي نزينهم هكا بالكاوكاو. هنايا الفران ديالي كيكون سخون، يعني كنت هنايا مشعله عليه. صافي من بعد ما كندخل اللاطه للفران راني كنقص العافيه حتى لحد يعني كتكون ناقصه بزاف باش يعني الحلوه ديالي عفوا الحلوه ديالي كطيب يعني على خاطرها وماشي كطيب يعني معجنه من الداخل او لا شي حاجه. هانتوما كما كتشوفوا راني خرجتها دابا من الفران. هانتوما يعني كنخليها طيب على خاطرها، ولكن الفران في الاول كيكون سخون بزاف وكنقصوا العافيه لما كندخلوا اللاطه للفران. صافي وانتم كما كتشوفوا دابا هنايا راني كنحطها هنايا في يعني في الطبسيل كنحيدها من اللاطات. غادي نقسم معكم وحده وغادي تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. راني بديت يعني بينت في الفيديو في الاول. كتجي يعني طايبه وزوينه وكتجي يعني مقرمشه وهشيشه وكتذوب في الفم، لكن في نفس الوقت كتجي يعني كتكون رطبه. لما كتبداي تاكلها كتحسي بها راها رطبه. والبنه ديالها راه ما نقول لكمش عليها الصراحه، راها بنينه بزاف بزاف بزاف، بنينه الصراحه. عجبتني وعجبت الوليدات. لو كنت طلقت هذا التبصيل على وليداتي راه غادي يساليوه في ديك الساعه. وبصراحه كتخرج يعني غير هاد الكميه هادي. وهاد الايام هادي راه غادي ما نكذبش عليكم راه غياكلوها ولادي. يعني نقدر نزيد، يعني غادي نزيد منها واحد الكميه بحال هكايا باش تبقى ليا للعيد. هانتوما كما كتجي صراحه راه واخا هكا كيما كتشوفوها بيضه راها طايبه، يعني ما تقولوش راها ما طايباش ولا. كنحمروها غير شويه، ما كنحمروهاش بزاف، ما كنطيبوهاش
يعني الحلويات الاخرين يعني كتجي كلها محمره. انا راه كنحمروها غير شويه، راه غير هنايا يعني غفلت عليها وجاتني هكاك محمره، اما هي كتجي غير صفرة صافي. هانتوما كما هانتوما كتشوفوا، هانتوما من الداخل ديالها شوفوا كيفاش جات. هانتوما يعني راها كتقطعيها كتحسي بها مقرمشه، لكن من الداخل ديالها راها رطبه، والصراحه راها طايبه وبنينه، بنينه بزاف بزاف صراحه عجبتني. هانتوما كتشوفوا كيفاش جات، وحتى الشكل ديالها راه زوين، وصراحه راه يعني غزاله غزاله الصراحه. هانتوما يعني حتى الا حطيتوها هكايا راه تعرفوا شنو حطيتو. الحلوى بسيطه واقتصاديه، لكن البنه ديالها هي اللي كتشهد عليها. وكنتمنى هذا الفيديو ديالي يعجبكم ويجيكم خفيف ظريف، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.